الذاكرة الكروية الإفريقية ستحتفظ في سجلاتها بصفحة سوداء بمداد الفساد، سطورها بختم حكام النسخة 35 لكأس أفريقيا وتوقيع مستضيفيها الذين لطخوا شرف التنظيم بعار التحكيم. سمعة الكرة الإفريقية باتت في الحضيض بعدما دنستها ممارسات كانت إلى وقت قريب تسمى كواليس، لكنها فقدت مبرر تسميتها بعدما خرجت إلى الأضواء وصارت على مرأى ومسمع العام والخاص في عالم الكرة. الفضيحة التحكيمية المدوية التي نصبت السنغالي عيساسي رجلا لمباراة منتخبنا الوطني مع نظيره النيجيري لم تكن غريبة على من تابع مجريات الكان. لو الاتحاد الافريقي عاوز يطلع من الجزائر من بطوله كاس الافريقيه يقول يطلعها. يعني حكم من اسوأ الحكام اللي شفتها في البطوله. اولا ضرب الجزاء من البدايه غيرت شكل المباراه خالص. ثانيا حزم او كتف لعيبه الجزائر بلغه كره القدم طوال المباراه. ليست الاولى ركله الجزاء التي راها العالم ولم يراها الحكم، لانه برمج على ايقاف منافس محتمل للبطل المقرر، ولن تكون الاخيره سلسلة البطاقات الاستفزازية غير المبررة ضد لاعبين. ما حدث في مباراة الجزائر نيجيريا لم يكن حدثا عابرا معزولا، بل جزءا من منظومة تحكيمية متقنة الحبكة منذ البداية، تصب في خانة منتخب البلد المستضيف الذي أريد له أن يكون بطلا بكل الوسائل المباحة والمحرمة. Qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. Les Marocains sont les plus grands tricheurs d'Afrique. Et qui dit tricheur va de pair avec mensonge, fourberie, tout ce qui est hard. السرقة التحكيمية بلغت ذروتها في آخر لحظات مواجهة تنزانيا، المنتخب الذي حرم بدوره من ركلة جزاء اتفق العالم على صحتها إثر عرقلة واضحة على المهاجم إيديناو. ولم تتوقف المهازل التحكيمية عند هذه النقطة، لينضم منتخب الكاميرون في ربع النهائي إلى قائمة الضحايا، بل وليتجرع مرارة الظلم في ركلتي جزاء واضحتين. الحال يبدو أنه لن يتوقف هنا، فلن ينجو من حكام البطل المقرر سلفا لا منتخب نيجيريا الذي سيتذوق من كأس الانحياز الذي لم يكن بحاجة إليه أصلا، ولا من يلي نيجيريا في مباراة الختام. هكذا هو حال الكان في نسخة المهازل والفضائح، وهو الذي كان عبر تاريخه احتفالية كروية تجمع شعوب القارة السمراء تحت راية المنافسة الشريفة على ركح الإبداع الكروي.